صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معز عليكم اموركم؟ انا اللي كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اكيد الجميع كيتسنى الجلسه ديال التشهير اللي دايرها يسرى على الام ديالها، وهذه ماشي اول مره كنشوفوا الام والبنت ديالها واقفين قدام المحكمه. سابقا وقفوا بجوج بهم في قضيه زنا المحارم. هاد القضيه هي الام، غنقولوا لها القضيه الام، وعاد جايين الوليدات. وهاد القضيه ديال التشهير ما هي الا بنيته ديال القضيه ديال الام ديال زنا المحارم اللي سولها البارح عليها الصحفي. انا جايكم للهضره وجايكم للسي وجايكم الهو وجايكم بزاف ديال الحوايج دازوا، بزاف ديال النقاط دازوا في هذاك اللقاء الصحفي، واللي كان الضرب غير من تحت الحزام خوتي العزاز. ولكن قبل هذا وذاك ديروا لنا رجاء اللايكات ديالكم، بارطاج ديالكم، اشتراك ديالكم، وخليوا لنا الراي ديالكم في خانه التعليقات. ان شاء الله غادي نواكبكم بالجلسه شنو كاين فيها. ان شاء الله غادي نواكبكم بجميع التفاصيل كيف ما كتعرفوا، كيف ما عهدتم منا اننا كنقلوا لكم الخبر بكل حياديه بكل موضوعيه. ما كنزيدوا لهنا، ما كنأولوش الامور، ما كنهولوهاش، ما كنقلوا لكمش واحد الصوره اللي باغيين نتوما تسمعوها. مثلا نجيو نقول لك بان الام كانت مرتاحه، ولا والبنت اللي كانت كتقفقف، ولا البنت اللي مشات فيها، لا الام اللي مشات فيها، لا 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 لا, لا. ما رأت عينانا كنجيو نقولوها لكم، ويبقى الحكم لكم نتوما. شفنا البنت كتبكي كنقول لكم البنت كتبكي، شفنا الام كترعرع كنقول لكم الام كترعرع، كانوا اسئله شديده على الام كنقول لكم الاسئله شديده على الام، كانت الكلمه ديال الام هي الاقوى او الدفاع ديال الام هو الاقوى، كنقول لكم بان المرافعه ديال الدفاع ديال الام كانت الاقوى، ولكم نتوما التحليل والتفصيل. المهم خوتي العزاز، في اللقاء الصحفي ديال البارح كنهضر ليها على واش ظلمتي هذه النقطه يعني قويه كانت في هذا اللقاء هذا. قال لها واش ظلمتي الزوج ديالك؟ قالت له لا ما ظلمتوش وعمري ما غادي نظلمو. منين كنقول لكم بان هذه الام هذه خطواتها فاشله، تصرفاتها فاشله غير مسؤوله وما عرفاش راسها شنو كدير، منين غادي تكوني انت طالبه الصلح؟ راه قبل من الصلح كنعترفوا بالذنب وكنعترفوا بالخطا. ومنين انت غاديه لي عند واحد الصحفي، اذا المراه ومسمع الجميع، اذا ما غادي تقدريش تعترفي بالذنب ديالك وما غتقدريش تعترفي بالخطا ديالك. ماشي لانك متاكده باللي هو او السي، لا 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 لا. لمحيتاش ما غادي تقدريش على المتابعات اللي غادي تجيك من مور هذاك الاعتراف، لمحيتاش عارفه بانه غادي يتقطع هذاك المقطع ديالك وممكن يرفعوا به الشكايه او الوشايه الكاذبه وغادي تطيحي في المساءله القانونيه. اذا منين غادي تمشي تتصالحي مع البنت ديالك وانت باقا كتقولي سي السي على اي صلح تتكلمين؟ اذا انت راكي غير كتكبي الماء في الرمله، غير كطبلي، غير كتنفخي في قربه خاويه. كيفاش السي باقا كتمشي لها المنبر واكبر منبر اللي متابعينه دابا يعني يعني هو اللي في المعمعه سواء ديال رضا الشنويه او ديال هيام، كتزيدي انت تكبري المتابعه والمشاهده وكتزيدي تفضحيها وكتزيدي تقولي سي وباغيها تتصالح معاك. لا انا غنمشي للمنبر ونقول سي والبنت ديالي غادي تصالح معايا. لا منين يقول لي واش ظلمتي الاب وبناتك عارفين باللي ظلمتيه، واخا قضيه ديال التجار واخا القضيه ديال الضرب في القضاء ماشي انت اللي رفعتيها، ولكن دخلتي طرف مدني فيها، كنتي سبب انت في ديك الحكم ديال سنتين. لانه لولا الاستاذه خديجه الروغاني لما جاء الحكم بديك سنتين. وكونوا واقعين اخوتي، لان المرافعه ديال الاستاذه خديجه الروغاني راه كانت واحد المرافعه شرسه جدا 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 على الزوج. يعني دخلات يعني عرات، منين نقول لكم بهذا المفرد هذا، عرات هذاك الواقف امام القاضي بان هذاك راه كان متقصد فعلا الضرب في القضاء، وتقصد فعلا انه يتاجر بالضرب في القضاء، وتقصد فعلا انه يدير هذوك الفيديوهات واللايفات باش يربح منهم. وكان المهم شنو ويتاجر بنسائه ومحتواه سيء. علاش دار امره باتلاف القناه ديالو؟ علاش؟ لانه قدوه سيئه، لان اعتبره القاضي قدوه سيئه فحكم عليه بسنتين وعاد عطاه الاتلاف ديال القناه. لان هذاك الضرب في القضاء او لا، هي فاتحه الشفوره ما عطاوهاش سنتين، كان اوديو مثلا ما عطاوهاش سنتين، وما قالوا ليش تتلف القناه ديالها. ولكن المرافعه ديال الاستاذه خديجه الروغاني فعلا حطت الاب يعني عراتو كاع ديك الشيء اللي كيديروا في اليوتيوب واللي كيديروا واللي كيخرجوا، ولا سواء كانوا عنده صله بالضرب في القضاء سواء كان ما كانش عنده صله بالضرب في القضاء،
القضاء، يعني قالته هي المهم هي المرافعه ديالها قالتها، وصلت الفكره ديالها ونجحات انها تجيب ليه اقصى العقوبات. كنظن هي 2 سنين للمتابعه في الضرب في القضاء، وماشي حتى ضرب في القضاء صريح وفصيح وواضح، لا، كانوا تلميحات او اللي تؤول، ماشي تؤول، غنحيدوا هذا اللفظ رجاء، كانوا تلميحات لتفسر على انها الضرب في القضاء. وفعلا المهم اخوتي العزاز، هذا الشيء اللي كنرجعوا ليه، كتقول لك الام انا ما اديتوش لا ما اديتيش غير منين درتي عليه قضيه ديال زنا المحارم، ما اديتيش ديك الراجل، غير منين كنتي باغا تدخليه ب 30 عام ديال الحبس وانت ما عندك حتى دليل، وغير قالت لك اختك وقالت لك الخادمه، دابا انا غادي ندخل زوجي لانه راجلها وبين وليداتها، راه كان مزوج بها، نجي وندخل وندير عليه قضيه ديال زنا المحارم باش يغرق في الغبيق، وبنتي نخلي ليها بلاكه غير اللي محيتاش انا اختي قالت ليا ولا الخدامه قالت ليا. انا زعما دايره بحال ديك، حاشاكم، بحال ديك الطارغوت الزبل اللي بغى يجي ويخوي فيا زبلو او يخوي فيا اعتقاداته او افكاره، انا نتقبل ديك الزبل ونمشي نكبو انا على العائله ديالي. كي درتي ليها هادي، ما قالت لك انا ما اديتوش 30 عام اللي كنتي غادي تغبقيه، هاد سيرواجي في المحاكم، هاد بنتو اللي خليتي عليها البلاكه، هاد الظرف القضاء اللي دخلتي انت فيه طرف مدني، هادشي هذا ما اديتيش، لا ما اديتوش وما عمرين اديه، اللي كتسناو عاد غادي يكون بيناتهم شي طلاق، واللي كيقولوا لها دعيه، واللي كيقولوا لها قالت لكم ما عمرين ادي. هذا الحب، هذا خوتي، هذا الحب. هذا راه ما يجي يسولك شي واحد يقول لك واش اديتي الزوج ديالك تقول له لا ما اديتوش وما عمري غادي نادي، وتيقناك والله وانت كتكذبي. واللي غادي اخوتي كيطلب الصلح ما كيكذبش، وراه قلت لكم اول خطوه ديال الصلح انك تقولي الحقيقه، تعترفي بالذنب ديالك، غادي تتاسفي، غادي تعتذري، غادي ما يمكنش انت غادي طالبه الصلح وانت كتكذبي. انا دابا وحده غتجي تطلب مني الصلح وتزيد تاكد عليا هذاك الفعل هذاك، كيفاش درتي ليها؟ مثلا وحده قالت لي سرقتي، فعاود ما تجي تعتذر وتقول لي لا ما سرقتيش وتنفي عليا هذيك التهمه اللي تجي تقول لي سرقتي، ولكن اجي نتصالحوا. ويلي وانا ما سرقتش، كيفاش غنتصالح معاك؟ هادشي اللي واقع للبنت اللي كيقول لك علاش ما بغاتش تصالح مع الام ديالها. كيفاش غنتصالح مع الام ديالي وهي باقا كتقول سي؟ كيفاش غادي نتصالح مع الام ديالي وهي باقا كتقول لك انا ما اديتش الاب وما اديتوش وما غادي ناديش؟ كيفاش غنتصالح مع الام ديالي وهي دايره عليا قضيه ديال العقوق؟ كيفاش ما اعترفتش بالذنب ديالها وما يمكنش تعترفها؟ علاش كنقولوا ليها ذهبك كان فارغا غادا غتعترفي، ما غادي تقديش تعترفي باش ما يجيوكش المتابعات. ما نمشيش انا، ما نمشيش، غادي نمشي باش غير يهضر لي الصحفي، ما هضر حتى على جزء من القضيه، ما هضر حتى على حاجه، حتى على تفصيله، لا هضر على زنا المحارم ودخل فيها، لا هضر على العقوق ودخل فيهم، لا هضر على القضيه ديال التشهير ودخل فيها، لا، لانه هو عارف كنعتذر، لانه هو عارف بان هذيك الام راه قدامه راها مذنبه، والله لانها عارفه. علاش غادي يهرب من القضيه؟ علاش ما غادي يناقش معاها شنو واقع؟ عارفها مذنبه، لان الا دخل معاها في التفاصيل غادي يردها خايبه، وهي جايه لعنده باش يردها زوينه وباش يلم عليها الصوره ديالها وباش يهضر غير في الصلح. راها هي ديجا جالسه معاه وقايله لي انا بغيت جيت باش نتصالح، لان فاش هضر ليها على زنا المحارم قالت ليه لا ما بغيتش نهضر في هادشي هذا، لا صافي داز، لو تحيه للقضاء. ياك اختي قلتي بانك اذا قال لك القضاء اذا ما حكملكش بالحق ديالك وما جبتيش الحق ديالك غادي تحرقي راسك قدام المحكمه، قلتي غتحرقي راسك قدام المحكمه. ياك خرجتي كتغوتي وكتقولي سيدنا وجيب لي الحق ديالي، علاش ملي مشيتي للمنبر ما قلتيش هادشي هذا؟ علاش ما قلتيش كاينه زينه المحارم وانا ما خديتش الحق ديالي وباقي عندي النقد والابرام وباقي غادي ناخذ الحق ديالي؟ لا ما تهضرليش في هادشي هذا، ما تهضرليش في هادشي. لا قال لك ولا، ولكن واش انت زينه المحارم؟ قلت له سي يا اختي راه ولا تعلم الفرنسي، راه من هو السيسي، راه تقدم ملموس. راه السيده كاع لي مو ديال دي فرونسيز اللي كتعرفهم كاع كاملين تلقاتهم للصحافي، وعاد راه تجابهت مع الصحافي قالت له لا ما تسولنيش، كنتي وقحه صراحه، كنتي وقحه، راه ما كنتعاملوش مع الصحافه هكاك وما كنتعاملوش مع طرح الاسئله هكاك. ممكن تقولي له هذا السؤال كنعتذر هكا، كنعتذر انني ما نجاوبش عليه بواحد هذا الاعتذار، او دوز لي عافاك هذا السؤال هذا، او لا ما بغاش نجاوب على هذا السؤال هذا، ماشي لا ما تهضرليش شو لا ما تهضرليش، صحابك راكي جالسه في الحمام،
كتسحبكي راكي وكيسحبكي راكي فاش غديري هكاك راكي غادي تقنعي بنتك انها تجي تصالح معاك. انا كنقول لكم اخوتي راه الصلح يساوي الاعتذار، مادام ما كاينش اعتذار وما غادي يكونش اعتذار في العلن اذا ما كاينش الصلح. غادي يهضر ليها هنايا على السلاله وغيقول لها علاش السلاله ما تدخلاتش في الصلح. ايوا يا سي الصحافي، واش انت ما كتعرفش السلاله بعدا شنو هي السلاله؟ ياك هذيك هي السلاله اللي دايرها الاستاذه سميره البقالي في اول لا ليست انها غادي تحارب هذه السلاله. كيفاش السلاله خصها تحارب؟ غادي تدخل في واحد العمل اللي هو انساني اللي هو الصلح. هذيك السلاله اللي كتهضر على القنوات مليونيه، قلتي ليها بان عندكم قنوات مليونيه في السلاله وعلاش ما تدخلوش في الصلح؟ هذوك القنوات المليونيه اللي كتهضر عليهم هذيك راه دارت القضيه على اختها. هذوك راهم كانوا كيداعوا، هذوك راه ضربوا وتقاتلوا وجاو الجدارميه وداروا عاهه مستديمه ودخلوا فيها العائله للسجن. اش من سلاله اللي غادي تصالح؟ السلاله اللي غادي تصالحها اللي كتقول لك انا عائله كبيره، حنا عائله معروفه وعائله كبيره. عائله السلاله ها هو فاش قال لك علاش ما دخلتش هاد العائله الكبيره اللي سميتو الصلح؟ قلتي لهم كل واحد والمصلحه ديالو. اذا لاش غنتبجح انا بهاد العائله وغادي نقول حنايا من عائله كبيره وهي عائلتي خانزه من الاخر؟ انت كتعتبريها خانزه، اما انا مع احترامي للجميع لانك انتي راه هضرتي في عمتك بديعه وهضرتي في عمتك شنو سميتها البدويه، والام ديالك طعنتي فيها او زطمتي في الهضره ديالها ومشيتي كطلبي الدعم للبدويه، والاخت ديالك هضرتي فيها، والاخت ديالك الاخرى اللي كانت داخله في الصلح عقلتي فاش كانت دخلت اختك اللي في فرنسا دخلت في الصلح ودرتي ليها لونكيت ووقفتيها يا اختي ودرتي عليها اللايفات. ولا قولي لي شكون اللي صونا الاول؟ واش انت ولا الشيفوره؟ واش انت اللي صونيتي الشيفوره اللي صونات؟ لا خصك تعطيني لي بروف، لا خصك تعطيني المكالمه، لا خصني نعرف. ودرتي لها يا اختي القاضي والله انا كنت من ديك اختك الا ما نعرق ليكش تمايا في هذاك المباشر ونردك ضحكه اكثر ما راكي ضحكه. راني خليت الدل باش نوريك انا داخله للصلح، انا داخله بالصلح يعني باش نجمع. وكنشوف اختي كتاذى وكنشوف اختي وانت كتهضري شتي هاد القضيه ديال انهم زيدوني وهما ولعبوا بيا، راه عاد سمعتوها نتوما في السوشيال ميديا. اما هي في الخاص اقسم بالله العلي العظيم وصيامي حرام عليا الا كتقولها لخوتها وكتقولها الاقارب، كتقول لهم بان القنوات هما سبابي وكتذكر لهم حتى القنوات. فهمتوا؟ راه هذا الشيء عاد خرج للعلن، اما انا عارفاها في الخاص شنو كتقول. فاختك منين تبغي تدير واحد المحاوله ديال الصلح وكانت ديك الساعه تاني معاها سميره، ما تردي ليهمش مرايه، ما ترديهمش رديتيهم متآمرين وراه تآمروا كيخططوا ليك وباعوكي وغادي وباعوكي السريعه وكيتواصلوا مع السريعه وهما اللي جابوا لك وجابوا السريعه وزوجوها البكريته وخليتي عليهم كنتي كتبارطاجي القنوات اللي كيهضروا في خوتك منين بغاو يدخلوا للصلح. اش من مصلحه كتهضري عليها؟ لا عائلتي عندها غير المصلحه وعائلتي غير نفسي انت وقفوا معاك وعرفوا مع من يوقفوا. راه خوك كان واقف معاك قبل ما يخرج لك ويدبزك. علاش دبزك خوك؟ سميره كانت واقفه معاك، علاش خلاتك سميره ما بقاتش واقفه معاك؟ اختك دخلت في الصلح، علاش ما بقاتش اختك داخله معاك في الصلح؟ كانت واقفه معاك بديعه، علاش ما بقاتش بديعه واقفه معاك؟ صاحبتك اللي هي صاحبه سميره، علاش ايمان في الاخير خرجت حتى هي كتعطيك للراس؟ انت هاد الناس هادو كلهم قباحين. علاش من بعد منك البدويه وجات مع بكريشه ومع يسرى؟ علاش عائلتك كلها غادي يكونوا ضدك؟ علاش غير انت هي الزوينه وهما الخايبين؟ راه خصك تراجعي راسك، لان كيشوفوا اللي ما عندهاش خير في كبتها اول فرحتها ما عندهاش خير في كبتها وما ودخلت والثانيه دخلتها الاصلاحيه. انت خطيره وخطيره جدا، انت خطيره. انت مشيتي ترسمت لك خطه ديال الاصلاحيه ومشيتي دخلتيها ومشيتي على ديك الخطه غير باش تخدمي الهدف او الاهداف اللي في راسك اللي غادي ترميه زنا المحارم. كنتو باغيين زنا المحارم تبتوها على السيده 30 عام كيف ما كان الحال بايتها طريقه. اجتهدتوا اجتهادات خطيره بلا ما نقول لك على التسجيلات، بلا ما نهضر لك على المدرسه ديال البنت الشوهه اللي درتي فيها وبزاف ديال الحوايج. وراني ملي كنقول لك التسجيلات والمدرسه وديك الشيء وخامي مع راسك شنو واصلني انا وشنو درتي نتيا. ما علينا خوتي العزاز من هذا الشيء هذا كله. هذا الشيء هذا داز. دابا حنايا كنهضروا على هذا اللقاء هذا الصحفي وعلى انها باغا تصالح ولكن بدون اعتراف بالذنب، بل تؤكد ذنبها وتجي تطلب الصلح. انا تخرج البنت تقول لك سيري بعدي مني. واش انت باقا كتقولي السي؟ واش كتقولي انت ما اعترفتيش بالاخطاء ديالك وانا بغيتيني نسامحك؟ اش غادي نسامحك والاذيه ديالك باقا متواصله؟ باقا كتمشي المنابر ما عارفينيش والناس هما متابعين ما عارفينوش وباقا كتزيدي تنشريني. كملي باش نكمل انا. اليوم سعاد والتنازل ديالها او الجري ديالها جري الوحوش من اجل التنازل، هذا ماشي فشل داري على القضايا ديالها؟
هذا ماشي اول السقوط، هذا ماشي ان كنشوفوا نتائج جد 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 ضعيفه، وماشي غير ضعيفه، نتائج ممكن تدي بها للسجن. هذه اللي كنا كنقولوا العبره بالخواتم، ها الخواتم ديال سعاد، ها هي الخواتم. وما يجيش شي واحد يقول لي غير اللي محيتاش ما كملاتش مع الدفاع ديالها. لا لا لا، الدفاع ماشي هو اللي كيجيب البراءه او كيجيب الادانه، لا، الدفاع كيجتهد في المرافعات ديالو، كيحط الادله اللي بين يديه. هذيك الادله اللي كانت بين اليد ديال الاستاذه ديال الاستاذه الروقاني هي نفسها الادله اللي تعطات لدفاع اخر، هي نفسها هذوك لي سيدي هما نفسهم، التفريغات هما نفسهم، فقط المرافعه اللي كتختلف. اذا هنايا ما يمكنش الادانه او سميتو غادي تجي غير من المرافعه، الادانه او البراءه غتجي غير من المرافعه بوحدها. لا، الادله كتهضر. راه فاش كيترافع المحامي راه كيدلي يعني بشنو عنده في يديه. منين كيقول بانها هاد الام هذه مثلا مورث عليها العقوق، كيشد واحد السيدي وكيحطو. راه الادله كتهضر اكثر من المحامي. راه بعض المرات راه يكفي نقول لك هاد الدليل، نعطي للقاضي نقول له هاد الدليل على العقوق، والقاضي كيدير الاستقراء لديك السيدي وكيعرف شنو فيه، لانني عطيتك الدليل على صوتا وصوره. منين كيكون دليل صوتا وصوره صافي رفعت الجلسه. راه كتبقى المرافعه ديال الاساسيده تحصيل حاصل. هذاك منين ما كيكونش عندك الادله عاد كتكون ديك الساعه خصك تجتهدي بزاف. بحال مثلا ملي وقع في الدار في القضاء، راه ما كانوش ادله كثار في الدار في القضاء، كانوا مقاطع صغيره جدا في السوشيال ميديا، وتزاد عليها المرافعه يعني بالتعريه ديال اللي ديال بكريشه، بانه انسان يفسد الذوق العام، وبان انسان متقصد الضرب في القضاء. هذا ما كان. اما المحامي الحالي اللي عند سعاد راه عنده الادله، وعنده المقاطع اللي غادي يهضر بهم. اذا راى القاضي بان هناك عقوق، وكنقول لك بانه نزيد ونعاود ونقولها لك، طلبك للصلح يسقط عليك قضيه العقوق. لا مشيتي كتصالحي مع بنتك، اذا ماشي عاقه البنت ديالك. وهنايا ما ذكراتش ابدا العقوق في هذا اللقاء اللي دارت مع الصحفي، ما ذكراتش العقوق ابدا، ما قالتلوش بنتي عاقه، ما ذكراتوش. ما يعني انت بحال لغيتي القضيه ديال العقوق، ما بقاتش بنتك مادام جيتي تصالحي معاها اذا مرضيه، وكتقولي الله ياخذ حقنا. اذا بنتك كانت مسيره وانت كنتي مسيره، بجوج بكم كنتم مسيرين، الله ياخذ حقنا ولوعب بنا وتوجر بنا. اذا منين غادي تمشي قدام القاضي ما يمكنلكش تقولي له راه عاقه وانت عاد البارح كتقولي الله ياخذ حقنا، لا ياخذ حقنا. اذا بنتك كانت ديك الساعه ثاني قاصر ولعب بها، انت راكي راشد وكتقولي الله ياخذ حقنا ودار ليا وتفعل ليا وتسرك ليا، فما بالك وهي قاصر. المهم طلب الصلح من سعاد يعني فشل في جميع القضايا ديالها، فشل. ولو انه بقى القضايا يعني قدام القاضي، ولكن هي في قرارة نفسها عرفات راسها بانها فشلت فشل ذريع، عرفات راسها بان هذوك الوعود اللي كانوا كيتوعدوا لها بانها غادي تجيب الحق ديالها، واللي كانت حتى هي كتخرج على عندنا وكتقول لك انا عندي احساسي. ياك عاد هذه واحد جوج ديال السيمانات وانت تقولي انا احساسي ربي غيوفقني، احساسي ربي غيكون معايا، انا احساسي بان جايني واحد الفرحه، انا غادي ننتصر، انا ياك عاد انت تقوليها لنا دابا. لا احساسك صادق، ولا اصدقائك صدقوا، ولا تفكيرك صادق، ولا هو صادق، ولا حتى حاجه، لانك ما بقيتيش مؤمنه بحتى قضيه ديالك، حتى قضيه ديالك ما بقيتيش مؤمنه بها. زينه المحارم واخا كتقولي سي باش تهربي من المتابعه، باش ما تجيكش واحد المتابعه او ما يتقطعلكش هذاك المقطع وما يدارش عليك قضايا وحدين اخرين، لان غتكمل زينه المحارم شدي راسك معاهم. هادشي لا بغاو يستمروا، هادشي لما مشيتيش عاود خرج بكريشه ومشيتي ترغبيه، لانه اللي غادي ترغب اخوتي بنتها ترغب بكريشه خوتي. منين تقول لك انا غير اختي اللي قالت لي وغير خالتي غير الخادمه اللي قالت لي، واش ما تمشيش هذه تقولها لبكريشه؟ ها علاش كانت باغيه يطلق بكريشه؟ ها علاش ما كانت باغا تدخل عنده للسجن؟ باش تمشي وتقول ليه انا راه غاضحكوا عليا ولعبوا بيا تجربيه. هذا اختي غدا، وعلاش ما باغاش الطلاق؟ هادشي هذا هو اللي كيفسر. راه غدا وبعد غدا بكريشه غادي يخرج، غادي دير معاه شي قهيوه، هو راه يمشي. شوفوا نقول لكم، هو راه يمشي، هو تصوني عليه تقول لي باغا نهضر معاك يمشي، لان ماشي اول مره راه تزوج والسيده باقا كي قال الاخر بحزامها مفسوخ، ومنين عيطات ليه وقالت لهم نرجعوا راه مشى ردها، راه رد المراه القديمه على المراه الجديده. راه هادشي ديالها حتى هي سرها باتع، حتى هي راه محرزه، حتى هي راه عاوتاني اللي عندها راه غادي يمشي بكريشه وغتعتذر ليه كيف ما اعتذرت للبنت. هادشي بطبيعه الحال نتمناو ليها انها تكون خارج الاسوار. منين يخرج هو خارج الاسوار يلقاها خارج الاسوار، ماشي شي يدخل وشي يخرج، فهمتوا؟
فعادي جدا انها تعتذر ليه. الهضره اللي كتقول في المنابر الاعلاميه غادي تقولها له: انا لعب بيا، انا توجر بيا، انا اختي قالت لي، انا ما اختي حيتاش غا بغات سميتو تفرقني عليك، ما نساتش داكشي اللي درتو فيها، ما نساتش شنو قلت ليها على جوديا، غير بغات تنتقم مني، هذيك حاقده عليا، والقنوات حيتاش هو حاقد على القنوات هو، والقنوات فلانه وعلانه ودلانه ودلانو، وهذاك الجمعاوي وضحك عليا وانا راك عارفني غير نيه، وغادي تقدمي له الاعتذار وغادي ترجعي. هادشي هذا هو خوتي. انا كنظن بان علاش ما بغاش تطلق، وقالت لك ديك المره بانه كيتواصل معها وكيتصل بها وكيقول لها عندك ديري الخطا اللي درتي سابقا. ايوا شو هو فاكر خوتي معايا. اذا هادشي خوتي راه غيتجمع ويتطوى. بطبيعه الحال كنقول لكم اذا ما كانش عليها شي عقوبه سجنيه، اذا ما كانش عليها عقوبه سجنيه انتظروا انها غادي ترجع ليه. لان شنو الحاجه اللي غادي تخليها ما ترجعش ليه؟ والزنا المحارم، وزنا المحارم كتقول لك انا ما شفتش، انا ما شفتش، راه غير اختي اللي قالت لي. اذا عادي انها السيده ترجع مادام لعب بها ومادام ماشي متاكده ومادام غير اختها، عادي جدا ما غادي يلومها حتى واحد. غدا وبعد غدا تخرج تقول لكم انا ما شفتش والقضاء قال بان زنا المحارم ما كايناش، اذا القضاء صافي ولا كلمه فوق كلمه القضاء. مادام القضاء قال صافي انا صافي. اذا شنو المانع انني نرجع للراجل ديالي؟ خلافات كانت عادي جدا، صافي دخل على الدار في القضاء، انا ماشي انا اللي دخلته، انا ما اديتوش، عمري ناديه. وغير هذه سمحها بكريشه خوتي، غير هذه سمحها بكريشه راه يعاودوا المية ترجع لمجاريها. انا ما اديتكش وعمري ناديك. وتصوروا هذه اسمها بكريشه خوتي، تصوروا جالس بكريشه وكتقولها له: انا ما اديتكش وعمري ناديك، وانا غير لعبوا بيا، وانا تقديم الاعذار لبكريشه قبل ما تكون تقديم الاعذار لبنته. ويلي حي ويلي، ولا كيتسناو كيقولوا لها طلقي وطلقي وهي كتقول لك هو اخوتي راه ما كاين لا هو لا هو في قرارات نفسها. والله هي عارفه ومتاكده بان غير الغيره اللي حركتها وحركت امه سيدنا محمد على هذيك الغيره جابت عليها وطيها خوتي. ما خلات جمعيه عطاتها 3 ديال المليون، ما خلات قنوات بارطاجات معاهم، ما خلات منابر خرجت فيها، ما خلات قناتها خرجت فيها، ما خلات النتيف، ما خلات الغوات، ما خلات مقاطع، ما خلات محاكم، ما خلات يا اختي الحبيبه وشنو درتي وشنو دارت فيك الغيره؟ واش وحده الغيره دارت ليها خلاتها دير هادشي هذا كله غادي تخليها تستغنى على بكريشه؟ ما غتستغناش عليه ببساطه، ما غتستغناش عليه ببساطه. في الاول لاحتو هي في الاول قبل ما يكون بكريشه وقبل ما يتزوج وقبل ما يدير الدار وقبل ما يدير المحل وقبل. اما منين دار الدار ودار المحل، ماشي الدار، منين دار المحل ودار القناه وشافت 15 مليون كتدخل في الشهر، وشافت المراه كتفشش فيه وتدلع فيه، ديك الساعه ثاني عاد رجع ليها هذاك الراجل اللي داتو النهار اللي كان عنده 24. منين كانت عنده 24 عاد قالت حقي فيه، وباقا دابا كتخرج وتقول لك حقي فيه وحقي في المدونه، انا حقي فيه. المهم اخوتي كل شيء اصبح واقعا، واليوم كنقراو القراءات الاخيره وكنوصلوا للفصول الاخيره، ووصلنا للطريق اللي مسدود في الوجه ديال سعاد على ما كيبان، لانها استنجادها بالمنابر في 3 ايام متتابعه او 3 ديال الخرجات متتابعه، ما يعني هذا الا فشلها في قرارات نفسها. عرفات بانها فشلت فشل ذريع، واخا تكون البنت عندها شي متابعات مثلا في العقوق، ولكن حنا ما بقيناش كنشوفوا العقوق. مادام الام كتصالح مع البنت ديالها وتقول لك باننا حنايا غير لعب بينا والله ياخذ الحق ديالنا، اذا اين هو العقوق؟ كتعطيها واحد العذر وكتقول لها لعب بينا، وحتى هي تلعب بها، يعني البنت تلعب بها، وبان العائله ديالها هي اللي باغا تستافد منها، وبان العائله ديالها هي اللي كتغسل لها الدماغ. نفس الهضره اللي كانت كتقول قبل ما توصل البنت ل 18 عام وقبل ما تزوج البنت. نسيتي انت شحال ضحكتي على الزواج ديالها؟ نسيتي فاش طلقت مشيتي خرجتي كتقولي للراجل ديالها شوفي اللي درتيه نتيا، خرجتي كتقولي للراجل ديالها تهنيتي منها، وسير ديلك شي وحده بنت بنات، ديلك شي وحده بنت بنات، وهو ظريف وما يستاهلش، ونيه زعما بنتك هي اللي فعل قرطيطه. بنت بنوت كتعايريها ببنت بنوت، وراه معيارك انت الاولى قبل ما يكون معيار بنتك، فهمتي؟ راه قبل ما يكون معيار بنتك، لانها 13 عام فاش كتفقد البنت العذريه ديالها في 13 عام كنمشيو نلوموا الوالدين، ما كنلوموش البنت. وانتي مادام البنت ديالك في 13 عام غادي نجيو نلوموك انتي ونقولوا لك بانك كنتي ام فاشله بغيتي ولا كرهتي. المهم اخوتي العزاز كان هذا هو الفيديو ديالنا، الى ان نلتقي ان شاء الله في لايف ان شاء الله اللي نوافيكم بالجديد فيه. غادي نستودعكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه. غادي نقول لكم اعطونا اللايكات ديالكم، بارطاج ديالكم، او غنطلب منكم اللايكات والبارطاج والدعم ديالكم والتعاليق ديالكم في خانه التعليقات. دمتم برعايه الله ودمتم لنا اكيد من الداعمين.